بصوا بقى، من واحنا صغيرين متعودين ان انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. معرفش القاعدة دي اتغيرت في مصر كده ليه، وتقدر تشوفها وتستشفها بشكل مباشر كده وانت بتتفرج على جماهير كرة القدم الحاليين. فخلوني بقى اطلع اللي في قلبي كده، يمكن الرسالة دي تغير اي حاجة في الدنيا. فما تنساش تعمل سبسكرايب ويلا بينا نبدأ. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ طبيعي ان الكرة مكسب وخسارة، وطبيعي ان انت منحاز لفريق وعايز ان الفريق ده هو اللي يكسب، وده شيء عادي جدا ومن حقك. ولكن في حق مشروع وحق غير مشروع. حقك المشروع ان انت تكسب بناء على مجهودك. ممكن ان انت تتعرض لظلم وممكن تتعرض لاي ظروف او ضغوط خارجية تأثر على مستواك او تأثر على النتيجة، ولكن ده جزء من النصيب. يعني ممكن انت النهاردة ما تكونش في يومك، عادي جدا وكلنا بيحصل لنا الكلام ده. ولكن الغريب هو ان المثل اللي انا قلته في الاول ده اختفى خالص من الوجود. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا حتى الكلام ده اللي هقوله مش هيزعل اي حد من الاخوة العرب مني، لان الكلام ده كلام منطقي جدا. معرفش ازاي ان احنا وصلنا لدرجة ان احنا لازم نعيده من اول وجديد. اللي هو انت النهاردة بتشجع فريقك ضد فريق التاني منافس، من حقك ان انت تشجعه ان هو يفوز. ولكن لو انت قدامك فريق من مصر بيلاعب فريق من دولة تانية، لو الدولة التانية دي عربية أو حتى دولة أجنبية، فنلاقي إن الجمهور الفريق المنافس بقى يروح يشجع الدولة المنافسة، وبينسى إن الفريق اللي أنت بتنافسه ده هو في الأول والآخر فريق مصري. يعني في الآخر البطولة اللي بتفوزوا بيها دي هي بتتحط تحت خانة الفريق المصري اللي فاز بالبطولة. وانا مش محتاج ان انا ابحث بصراحة في الموضوع ده عشان ما تصدمش بالحقيقة، ولكن ما اعتقدش يعني خالص ان في اي دولة بتشجع فريق منافس يكون من بلد تانية على حساب الفريق المنافس اللي من بلدها. والموضوع ده خلاني قعدت كتير افكر فيه، الناس دي بتحسبها ازاي؟ انت مش عايز فريق مصري يفوز علشان الفريق ده مجرد ان هو منافس ليك في الدوري المحلي، فمش عايز ان هو لا يفوز محليا ولا يفوز اقليميا ولا يفوز باي شكل من الاشكال. الموضوع ده خلاني اضطريت ان انا الجأ لواحد من المشجعين اللي بيفكروا بالطريقة دي، وبعد محاولات ولف ودوران كتير حاولت افهم منه هو بيحسبها ازاي. المبرر حتى اللي قالهولي مبرر بسيط جدا، يا ريت لو حد عنده تعليق افضل من ده يقولهولي في التعليقات، يمكن في يوم من الايام اديهم عذر على اللي بيقولوه. انا عمري ما هقتنع باللي هم بيعملوه، ولكن على الاقل ابقى عاذرهم على اللي هم بيعملوه ده او شايف ليهم مبرر. بيقول لي ان في الاول والاخر انت بتشجع الفريق الفلاني، الفريق التاني ده انت مش عايز في دولاب بطولاته يكون عنده بطولات اكتر من فريقك. طب ما هو الكلام اللي انا بقوله لك ان المنافسه لازم تبقى شريفه، ان انت اللي تجتهد وتعمل اللي في وسعك على اساس ان انت تزود دولاب بطولاتك ده. لا، انت هنا مش عارف تعمل ده، فابتدي على فريق منافس ان هو ما يحصلش بطولات من بره، او لو وصلت انك تشجع فريق من دولة اخرى ضد فريقك اللي من بلدك. الموضوع ده غريب يا جماعة، والمشكلة ان حتى الناس اللي هم المفروض مسؤولين وبيتكلموا في الكورة بس، مش قناتي اللي هي متخصصة في مواضيع متنوعة، ما بيأيدوش الناس ان هم في الاول والاخر يشجعوا الفريق اللي جاي من بلدهم. الكلام ده مش بيقولوه مثلا للمصريين وبس، لا، هم اكيد ليهم متابعين من كل الدول العربية، ما كانش ليهم متابعين اجانب كمان. والمتابعين الاجانب اكيد بيستغربوا من الكلام ده، لان ده شيء من البديهيات والمنطق. فلذلك خلاصة اللي انا عايز اقوله بقى، ان بتبقى حاجة غريبة جدا ان هو فعلا المبدأ بقى، الحكمة اللي احنا بدأنا بيها بتاعت انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، وانصر اخاك ظالما او مظلوما، بتتحول ان لم تستطع اسعاد نفسك فعكنن مزاج الاخرين. اتمنى الموضوع ده يكون ليه حل، والناس تشاركني في التعليقات ايه اللي شايفينه وايه التبريرات اللي ممكن يحطوها في مواقف زي دي. ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لها شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لها سبسكرايب. تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.